لما تحبي تعملي كنافة زي بتاعة الحلواني، شوفوا الطريقة بتاعة النهاردة هتطلع معاكي دهبي بلون موحد من غير ما نقلبها في السمنة. كمان هنحشيها بالمهلبية من غير ما نحط ولا دقيق ولا نشا. الطريقة ان شاء الله معاكي هتبقى مضمونة والنتيجة مدهشة. يلا بينا نشوفها مع بعض. في الاول كده بسم الله هنبدأ بالشربات. فهنعاير كوبايتين سكر لو مج الشاي الازاز. بعد كده هنعاير كوباية ونص مية، وهنحتاج عصير نص ليمونة. ممكن كمان ما نحطش عصير النص ليمونة كله، يعني ما تحاوليش ان انت تكتري الليمون. هنرفع الشربات على طول على نار وسط من غير تقليب، وهنسيبه لحد ما يبتدي يغلي. اول ما يبتدي يغلي هنسيبه من 5 ل6 دقايق، وبكده هيكون شربات وسط لو انت بتحبي الشربات الوسط. ولو عايزة الشربات تقيل هتسيبيه من 7 ل8 دقايق. قبل ما نشيله من على النار هنحط كيس فانيليا، وبعد كده نطفي النار ونسيب الشربات يبرد براحته. بعد كده هنحتاج نص كيلو كنافة. الكنافة لازم تكون طالعة من الفريزر، يعني متجمدة. لو انتي لسه جايباها طازة فشيليها في الفريزر تتجمد الاول، بعد كده طلعيها علشان لما نيجي نفركها وننعمها تنعم معانا بكل سهولة. فاما ان انتي تحطيها في الكبة او تفركيها بايديكي بالشكل ده. وبلاش تطلعي الكنافة وهي مجمدة وتسيبيها على رخامة المطبخ شوية وتقولي هبقى نعمها بعدين، هتطرى معاكي ولما تيجي تفركيها مش هتنعم. نركنها ثواني على جنب. بعد كده نحضر المهلبية، بس لازم تمشي بترتيب الخطوات. تعملي الشربات الاول وبعد كده تفركي الكنافه، بعد كده المهلبيه. وعلشان نعمل المهلبيه بنحتاج كوبايتين لبن، بس انا النهارده استعملت كوبايتين ونص عشان عايزه طبقه المهلبيه في الكنافه تكون عاليه شويه. بعد كده حطيت معلقتين كبار سكر، وبعدهم هنزل ب4 معالق كبار مليانين من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسه. ولو انت عايزه الكريمه بطبقه معقوله هتستخدمي كوبايتين لبن، لكن لو عايزاها عاليه شويه استخدمي كوبايتين ونص لبن. بس المهم ان دقيق البسبوسه يكون المعلقه مليانه هرميه، ما تكونش ممسوحه. لو المعلقه معاكي ممسوحه حطي 5 معالق. هنرفع الخليط بعد ما نديله تقليبه بسيطه كده على النار، والنار برضو عندنا تكون وسط وتقليب باستمرار. هيتقل معانا شويه بشويه. اول ما يبتدي يغلي ويبقبق كده بيكون استوى، وهتلاقيه زي المهلبيه بالظبط. بنشيله من على النار. نبتدي نعاير مقدار السمنة. معانا هنا نص كوباية سمنة. نقدر ان احنا نخليها قليلة شوية عن النص كوباية ونزود معلقتين 3 زيت، بس المهم ان الزيت ما يكونش كتير علشان ما يبانش طعمه مع الكنافة. الزيت طبعا لازم يكون نوع كويس، ما يبقاش ليه ولا طعم ولا ريحة. هنجيب الصينية اللي هي مقاس 30 ونوزع فيها معلقتين سمنة، ودي لضمان ان الكنافة من تحت تاخد لون ذهبي، لكن انا عادة مش بحط سمنة في الاول خالص. هنجيب نص مقدار الكنافة ونوزعه في الصينية. بلغة الحلواني نرش الكنافة في الصينية. فهنبتدي نرش الكنافة كده في الصينية كلها، وبخفة كده نسويها. بعدها هنجيب المهلبية ونبتدي نوزعها على الوش، وزي ما انتوا شايفين كده المهلبية لسه سخنة فبتنزل معايا بكل سهولة. ما ينفعش نعملها من الاول ونسيبها تبرد، هتبقى جامدة ومش هنعرف نوزعها على وش الصينية. تمام، علشان كده احنا بنعمل الخطوات دي بالترتيب. بنعمل الشربات، بعد كده بنفرك الكنافة، بعد كده بنحضر المهلبية علشان نوزعها وهي سخنة. المهم ان احنا هنفرد المهلبية بس هنبعدها عن حرف الصينية بمقدار سنتي او 2 سنتي، علشان ما تلزقش في الصينية وبعد كده تتلسع وتاخد لون بني. فاحنا هنفردها، بعد كده هنجيب باقي مقدار الكنافة ونوزعه على الوش او نرشه على الوش. وحاولي توزعيه كويس، لان هنا احنا مش هينفع ان احنا نساوي جامد. احنا بعد ما نحط الكنافة بخفة كده بصوابع ايديكي، وايديكي تكون خفيفة، تبتدي ان انت تضغطي ضغط خفيف ناعم قوي وتساوي الكنافة بشكل بسيط. ما تحاولش تضغطي قوي. كده خلاص الكنافة بقت جاهزة. نبتدي بقى نوزع السمنة. اول خطوة هنبتدي بيها هنوزع السمنة من على حرف الصينية. المقدار ده اللي انا بوزعه من على حرف الصينية بينزل تحت. وطبعا انا عندي طبقة مهلبية ودي عاملة زي العازل، مش بتخلي السمنة تتوزع كويس، فعشان كده احنا بنوزع من الحرف. فكل المقدار ده بينزل تحت، والطبقة اللي تحت بتاخد مقدار حلو من السمنة. وباقي الكمية بوزعها على الوش. كده بدخلها الفرن عندي مظبوط على درجة حرارة 200، وبحطها على الرف اللي في النص والنار من تحت بس، وبتقعد نص ساعة. بتطلع باللون الجميل ده من غير ما نشغل الشواية خالص. اول ما الحروف تاخد لون ذهبي مظبوط والوش يبقى ذهبي مظبوط بنطلعها.
بعد ما بنطلعها وهي سخنة بنبتدي نسقيها بالشربات. بص لونها حلو ازاي. بس قبل ما بسقيها بقلبها في طبق التقديم، علشان احنا مش عايزين الوش المخرفش ده هو اللي يتقدم، احنا عايزينه يبقى الوش الناعم زي الكنافة اللي بتجيبيها من عند الحلواني، بتكون مسطحة كده والوش ذهبي وناعم بالشكل ده. علشان كده احنا لازم نقلبها الاول على صينيه او على طبق التقديم. بعد كده هنجيب الشربات البارد، ولازم نسقي الشربات البارد والكنافه سخنه. فهنبتدي نوزع برضو الشربات على حرف الكنافه بنفس الطريقه دي. بكده الشربات بينزل تحت، يعني الطبقه اللي تحت بتشرب شربات برضو وبيتوزع فيها كويس. وبنبعد خالص عن الكريمه في الاول او عن المهلبيه علشان برضو ما تعزليش الجزء اللي تحت. فبنحاول ان احنا نسقي من على حرف الكنافه. بعد كده بنوزع باقي الكمية على الوش، والطريقة دي ما تقلقيش خالص، الشربات ان شاء الله هيتوزع حلو قوي في الطبق اللي تحت والطبق اللي فوق. المهم ان المقدار اللي انا عملته للشربات كفى الكنافة، يعني ده مناسب قوي لنص كيلو كنافة. الشربات عندي معقول، مش تقيل قوي ومش خفيف قوي. انا دايما بحب الشربات الوسط مع الكنافة، بيكون حلو ومظبوط. الشربات اللي هو التقيل قوي اللي بينزل بصعوبة ده انا مش بحب اشتغل بيه خالص. فتقدري ان انت تخليه تقيل لو بتفضليه، او تخليه وسط زي ما انا عملته كده. ليك الاختيار في قوام الشربات. المهم ان انا هوزع مقدار الشربات كله ونقطع حته علشان نشوف الكنافه من جوه عامله ازاي، وطبقه الكريمه او طبقه المهلبيه عامله ازاي. الطريقه دي انا مش اول مره اعملها، انا عملت من اكتر من 5 سنين الكنافه بطريقه الحلواني، لان هي دي طريقه الحلواني على فكره. في محل الحلواني ما بيقلبوش الكنافه مع السمنه، لا بيرشوها كده من غير اي سمنه، والسمنه بتتحط اخر حاجه. فانا عملتها من فتره كبيره، وعملتها بطرق كتيره قوي. لو انت مش حابه دقيق السميد تقدري تحطي النشا او الدقيق العادي، هتعملي برضو مهلبيه بطعم حلو. وانت بتسوي المهلبيه لو انت استعملتي دقيق سميد وحسيتي ان هي لسه خفيفه تقدري تزودي معلقه كمان. هنا بقى نشوف قطعه طبقات الكنافه ذهبي مستويه حلو قوي، وطبقه الكريمه في النص مظبوطه قوي، والطريقه مفيش اسهل منها. جربوها وان شاء الله تطلع معاكم تحفه. طريقة حلوة وجميلة، والنتيجة ان شاء الله مضمونة. وزي ما انتوا شايفين كده طبقة المهلبية في النص شكلها يفتح النفس، واحلى حاجة في الكنافة دي انها بتتاكل وهي سخنة. المهم كلوها وهي سخنة وهي باردة، بس ان شاء الله لما هتجربوها هتعجبكم جدا. والسلام.